كيفكن حبايبي؟ ان شاء الله بخير. اليوم رح نعمل مع بعض هاي البيتزا اللذيذة بدون عجن وبدون خميرة، بطريقة كتير سهلة ولذيذة بعجينة سايلة. تابعوني. عندي هون بيضة واحدة راح اخلطها منيح. بسم الله. بعدين بحط فوقيها كاستين حليب. بسم الله. هاي اول كاس. كاس مي. خلطهم منيح مع بعض. بحط فوقيهم معلقة ملح صغيرة، معلقتين سكر كبار، معلقة أوريجانو كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط تقريبا 3 معالق زيت زيتون. بقلبهم مع بعض منيح. بعدين رح احط كاستين ونص طحين نخليتهم، طبعا طحين نخلته. بقلبهم مع بعض لحد ما يختفي كل الطحين، يصير عندي هيك خليط سائل. رح اورجيكم كيف. خليني اخلطهم بس. وهي هيك بعد ما خلطتهم منيح، طبعا هيك الخليط بده يكون معنا سائل، بس اخلطه منيح. والعيار الطحين والحليب والمي كله بنفس الكاس. هلا فضينه بشي يكون سهل علي اني اصب فيه ببريق يعني، واتركها ترتاح شغلة 15 دقيقة. وهلا رح نعمل صوص البيتزا. عندي هون بصلة مقطعيتها كتير صغير، مكعبات صغيرة، حطيت عليها معلقتين زيت. هلا بقلبها لحد ما تدبل. رح رش عليها رشة ملح. وهلا بحط فوقيهم معلقة ثوم دقيتهم. قلبهم لحد ما تدبل البصلة معي. ما بديها تاخد لون، بس تدبل. هلا بحط معلقة صغيرة صلصة طماطم وبقلبهم مع بعض شغلة دقيقتين بس. وهلا بحط الطماطم خلطيتها بالخلاط. بسم الله. شي كيلو، طبعا الكمية حسب انتم ما بدكم، يعني ما لها معيار. وبحط بهارات من كل شي نص معلقة صغيرة. فلفل اسود، بهارات كاري، بابريكا، واوريجانو. هلا بغطيهم وبخليهم لحد ما تتسبك الطماطم معي. بعد ما تسبك معنا الطماطم رح احط معلقة صلصة حارة، هريس الشطة يعني. راح احط معلقة خل. طبعا الاضافات هدول راح يفرق كتير كتير معنا بطعم الصوص. بسم الله. بقلبهم وخلص بتركوا لحد ما يبرد هيك الصوص. طبعا زبطت الملح. انا ما بحط ملح اول شي، لاني بحط ملح الثوم مع البصل. وهون حطيت معلقتين كاتشب فوق الصوص، معلقتين كاتشب كبار. زبطت ملحه وهيك صارت جاهزة معنا. عندي هون فلفل الوان مقطعيته مكعبات صغيرة. حطيت معلقة زيت صغيرة بالمقلاية. بدي ادبلهم بس شوي، لانه هي البيتزا عندنا ما راح تفوت الفرن، فبدي ادبلهم هيك شوي وخلص بدون اي شيء. عندي هون المقلاية دهنتها بشوية، حطيت نقطة زيت وبمسحها هيك بالمحرمة. هلا بحط شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ببرمهم على كل المقلاية هيك. احنا بدنا عجينتنا تكون رقيقة. اتركها هيك شغلة 3 دقايق لحد ما يصير الوجه التحتاني. هلا هيك صار الوجه التحتاني معانا ونشف وجهه من فوق. بسم الله. بقلبها بسرعة هيك. بنوص الغاز لبين ما احط المكون. هلا بحط صوص البيتزا اللي عملناه. بسم الله. بنوزعه على كل العجينة. طبعا الصوص خيال، كتير طيب.
بعدين بحط فلفل الوان، اللي ما بحب الفلفل فيه بس يكتفي بالصوص والجبنة، واللي بده زيتون، فطر، مشروم، اي شي بتحبوه. ونحط جبنة. طبعا بنوصل غاز انا بس لحد ما احط المكونات. جبنة موزاريلا. هلا بغطيها، اتركها شغلة 3 دقايق هيك لحد ما تذوب الجبنة. بس شوفوا لي المنظر، تركتها 3 دقايق. طبعا الوش من تحت اخذ لون هيك خفيف. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شفتوا المنظر. خلينا نعمل واحدة ثانية. نعمل واحدة ثانية بسم الله. طبعا المقلاية اول مرة بس بندهنها، بس اذا شفتوا بعدين انه هيك صارت تتلزق بترجعوا بتمسحوها مسحة زيت، بس هي مو محتاجة يعني. هلا هيك صار الوجه التحتاني معانا ونشف وجهه من فوق. بسم الله بقلبها بسرعة هيك، بنوص الغاز لبين ما احط المكون. وهاي حبايب قلبي النتيجة النهائية. انا قطعتها، شوفوا ارضيتها كيف. طبعا العجينة رقيقة كتير، للي ما بحب العجينة السميكة، عجينة تقريبا عجينة الكريب. جربوها واعطوني رأيكم، طعمها خيال. ولا تنسوني من الدعم واللايك والشير والاشتراك بالقناة، محتاجة لدعمكم. ربي يسعدكم يا رب.